السلام عليكم، أهلا وسهلا متتبعي مغاربة الوحدة الترابية. فيديو سريع جينا نردو على بعض المشايخ المغاربة اللي خرجوا وتيتهجموا على لبؤات الأطلس. للأسف أنهم صبحوا تيفتيو ويتطاولون على مؤسسات البلاد دون حسيب ولا رقيب. فللأسف هذا شيء خطير وخطير جدا. أنهم ذهبوا إلى التكفير وإلى التحريم ديال لاعب كرة القدم، إهانة في إهانة صارخة للمرأة المغربية. وللأسف أن هذا الخطاب ملي كتجي كتحلو كتلقاه يتطابق مع الخطاب الجزائري اللي كيضرب في العمق ديال التمغربيت. شفت أنا واحد الشيخ على إحدى القنوات كيقول وللأسف أن لاعبة بالحجاب أنها في لحظة فرح تعانق المدرب وهذا حرام. فرسالتي لهذا الشيخ هذا والأمثال اللي عندهم هذا الفكر هذا، إذا كان العقل ديالك أنت في الفرج ديالك فرا الناس ماشي بحال بحال. احترموا عقول الناس، احترموا عقول الناس. ربما هذا الخطاب هذا يتنافى مع أخلاق المغاربة، وهذا خطاب كيضرب في الأسرة ديال هاد الفتيات هادو اللي هن شرفوا المرأة المغربية وتوجوها ووسموها أمام المرأة العربية والإفريقية. فحتى إذا ما كانش عندكم الجرأة أنكم تقدموا التهنئة والشكر، التزموا الصمت، التزموا الصمت. فنحن في المملكة المغربية ديننا الإسلام على المذهب الملكي، دين وسطي معتدل. لنا إمارة المؤمنين في شخص جلالة الملك. شي واحد ما يجي يتطاول علينا هنا. فهذا تطاول. قبل أن تتطاولوا على اللاعبات فتطاولتم على إمارة المؤمنين وتطاولتم على المجلس العلمي الأعلى. كنتمنى أنا بالمناسبة المجلس العلمي الأعلى أنه يصدر واحد البيان ولا بلاغ يمنع فيه مثل هذه الفتوى، لأن هذا الخطاب ديال التحريض وديال الكراهية هو كيفرق المغاربة ماشي كيوحد المغاربة. ثلاثة ديال الشيوخ دائما لهم شطحات في هذا الباب هذا، دائما يسبحون ضد التيار لمصلحة من؟ الله أعلم. أنا أتساءل معكم رجاء ابتعدوا عن المغاربة، على الأقل هادو جابوا الميداليات.